10 أيام 10 ريسيتات للمبتدئات. والريسيت الثانية يا جماعة هي للجماعة اللي مع عمرهم ما نجحت لهم عجينة ال10 دقائق. المرة دي جبت لكم عجينة متاع 5 دقائق. باش ناخذوا 450 غرام فارينة، عليهم 30 مليلتر زيت نباتي باش نبسوهم هكاكا مع بعضهم، نزيدوا مغرفة كبيرة خميرة متاع خبز، مغرفتين سكر، ومن بعده الملح على السكر وعلى الخميرة. توا نزيدوا كعبة ياغورت ناتور وباش نعجنوا بالماء الدافي اني هوني يستحقي تقريبا 100 مليلتر. العجينة هذه يا جماعة لا تستحق ترتاح ولا تستحق عجنان. بيان سور ما تنساوش اكل مغرفة متاع خميرة الكاتو. توا باش نخليوها على جنب جوست لو طون اللي نحضر الحشو نتاعي، اما نتوما تنجموا تبداو تخدموا بها ديريكتومون. وهوني قسمتها على 10 كعبورات، شكلتهم بالباهي ومن بعد حطيتهم في بلاتو. وباش نبدا باول واحده بديت نخدم فيها باش نحلوها جويده بالقلقال باش هكاكا ما تقعدش معجنه من الداخل. باش نحطوا هوني الفاخس نتاعي اللحم، دونك حطيت هريسه، اللحم مفروم، شويه فلفل الوان ورشه معدنوس، وبيان سور شخشخوها بالموتزاريلا ونسكروها مليح مليح. تنجموا تستعملوا الماء باش هكاكا ما تتحلش. هذه فاخس واحده اخرى عملتها كيما البيتزا، تون فروماج زيتون وشويه معدنوس. وكي نطيبوهم لازم المقله تكون سخونه بالكدا، اما النار هاديه على الاخر. بيان سور يا جماعه العجينه هذه نفسها تنجموا تعملوا بها برشا حاجات اخرين، تنجموا زيد تكنجلوها ووقت تستحقوها تجبدوها. يلا جربوها يا جماعه وما تنساوش باش تبعثوا لي وقولوا لي كان عندكم افكار الفيديوهات الجايه.